أهلا بيكم في قناة فسحة وأكلة تيكاوي مع غادة ومنى. النهاردة هنعمل طريقة بسيطة جدا للكنافة بالمانجا من غير لا تعقيدات ولا افتكاسات. هاتي الكمية المناسبة ليكي للكنافة. أنا هنا جبت ربع كيلو كنافة، حطيتها في الفريزر لمدة 4 ساعات وطلعتها. بمجرد ما بتفركيها كده بتتفرك معاكي وبتبقى يعني بتبقى ناعمة خالص كده وحلوة. بجيب بعد كده على الربع كيلو كنافة معلقتين سمنة وبحطها على الكنافة وبحطها في الفرن. بسخن الفرن الأول كويس وبروح حطها في الفرن كل شوية بقلبها. الطريقة بتاعت الفرن دي اولا مش بتحتاج سمنة كتيرة، يعني حطينا معلقتين بس سمنة. ولو عايزة بقى السمنة اكتر من كده وهتحمريها من فوق بتاخد سمنة اكتر، لكن في الفرن مبتاخدش سمنة كتيرة. ودي بتبقى طريقة مناسبة للدايت يعني وكده. هي يعني مش دايت قوي لان احنا بنحط فيها شربات وبنحط فيها برضو كريم شانتيه والمانجا وكده، فاحنا يعني حبيت انها تكون خفيفة جدا لما بتحطيها في الفرن كده. وبعدين بتبقى سريعة، ان انتي بتبقى يعني بتاخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن. بتقلبي وبتقفلي الفرن وبتعملي حاجة تانية وبترجعي لها وهكذا. قعدنا كل شوية نقلب فيها. يعني بعمل حاجة مثلا لو بتغسلي مواعين، بتغسلي حاجة، بتعملي حاجة. يعني أثناء ما أنا عملتها كنت بغسل مواعين، خلصت المواعين وأنا بعملها. هي 10 دقايق. أثناء الفترة دي بجيب كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة وبعمل شربات اللي هو السيرب بتاع الكنافة العادي، بتبقى تقيلة يعني. في ال10 دقايق دي كان السيرب اتعمل، وهي كوباية واحدة بس لان انا مش عاملة كمية كبيرة. يعني هي طلعت حوالي فنجان شاي، ما خدتوش كله يعني، خدت حوالي نصه يعني. وجبنا برضو باكو كريم شانتيه اللي هنعمل بيه الكنافة. وجبت منجاية كبيرة قطعناها وهي اللي هنزوق بيها الكنافة. هنا يعني الفنجان ما خدتوش كله اهو، لان هي ربع كيلو كنافة مش كتير. وبالرغم من كده عملت لنا كمية حلوة مش قليلة يعني. قلبناها كده الشربات مع الكنافة. هعمل هنا الكريم شانتيه. هنا مقدار فنجان صغير كده مية ساقعة متلجة يعني. انا جبتها من التلاجة يعني لان احنا مش في الصيف، في الشتاء، فجبتها من التلاجة هي ساقعة جدا. لكن لو في الصيف لازم تبقى متلجة يعني. حطيت عليها الكريم شانتيه وهقلبها بالمضرب السلك اليدوي. قلبيها كويس قوي، يعني مش هتاخد وقت كبير يعني، وهتلاقيها جمدت معاكي يعني. بقت كده ما بتنزلش ولا حاجة، يبقى كده جاهزة ان انتي تشتغلي بيها. هنا جبت علب من الصغيرة دي بتاعة الجيلي، جبتها وهستعملها. ممكن تعمليها في كاسات، ممكن تعمليها في كوبايات، يعني في اي حاجة ممكن هتعملي نفس اللي احنا بنعمله. هتحطي مانجا متقطعة في القاع كده،
وبعدين حطينا الكنافة الأول، سوري، حطينا الكنافة وبعد كده حطينا المانجا. وبعدين حطينا معلقة كريم شانتيه وفردناها كده في العلبة. يعني انت ما تحطيش كميات كبيرة يعني، عشان كده هي تعتبر اقتصادية ونفس الوقت يعني طريقة جميلة جدا، وما فيهاش يعني اي تعقيدات، يعني بتعمليها بطريقة بسيطة جدا. تحطي عليها برضو المانجا. ودي كانت طريقة سريعة وبسيطة جدا للكنافة بالمانجا. انتي بتحطي طبقة كنافة وتروحي حاطة معلقة كريم شانتيه، وبعد كده بتروحي حاطة المانجا تاني على الوش، وخلاص كده بتبقى طريقة جميلة جدا وبسيطة وموفرة برضو ومش مكلفة قوي. يعني دي منجاية قطعناها وعملناها، وكيس واحد بس كريم شانتيه هنعملها، وبطريقة جميلة جدا. عملنا 7 علب بالربع كيلو، يعني تكفي أسرة يعني كبيرة، مش قليلة. في نفس الوقت يعني هي طريقة جميلة قوي وبسيطة وسهلة. أتمنى أن أكلنا يعجبكم وأشوفكم على خير.